حكايتنا النهارده من 500 سنة فاتت عن أرض اسمها الكوماندرا، واللي كانت من أكتر الأماكن هدوء وأمان في العالم كله، وبنلاقي فيها كمان التنانين كانت بتوفر كل احتياجات أهلها من المطر والمية والسلام. وفي يوم من الأيام بتهاجمهم كائنات مرعبة اسمها الدرون، وبتقدر تحول أي حاجة بتلمسها لحجر، وحتى التنانين ما سلمتش هي كمان من أذاهم، ما عدا التنينة سيسو اللي ضحت بنفسها وقدرت تقضي عليهم عن طريق جوهرتها السحرية. وبعد 500 سنة بالتمام والكمال بتظهر لنا رايا المحاربة العظيمة في مهمة سرية جدا محدش يعرف عنها أي حاجة. وهنا بقى بنتعرف على صديق الكفاح بتاعها توك توك، وبعد حبة شقلباظات منهم هما الاتنين بيقدروا يفتحوا البوابة السرية، وأخيرا بتوصل لمكان جوهرة التنين اللي كل الناس كانت بتدور عليها، وبنتفاجئ بالقائد بنجا الحارس بتاع الجوهرة المسحورة، وساعتها بتقوم عركة كبيرة بينهم هما الاتنين، وبتنتهي بوصول رايا برجليها للدايرة المحرمة. ووقتها بنعرف إن بنجا ده أصلا بيكون باباها، ودايما كان بيختبرها بكل الطرق عشان يتأكد إنها تقدر تحمي الجوهرة من بعده. وفي نفس الوقت بنلاقي البلد كلها بتستعد لاستقبال كل القبائل من الأراضي اللي حواليهم، وبيفضل يحكي لها عن الصفات اللي بيتميز بيها كل جيش من جيوش الأراضي دي، سواء كانوا المرتزقة تيل أو الحرامية تالون ومقاتلين سباين، وأخيرا أرض فانج عدوهم اللدود. وبيفهمها كويس جدا إن عندهم مسؤولية كبيرة في توحيد كل الأراضي دي في أرض الكوماندرا من تاني. وفعلا مع مرور الوقت بيجي اليوم الموعود، وبيكون بنجا ورايا في استقبال كل الأراضي دي بمنتهى الحماسة، ووسط كل الهلمة دي بيكون كل واحد مش طايق للتاني كلمة، وبتحاول رايا تلطف الجو ما بينهم على قد ما تقدر. وهنا بقى بتظهر نماري أميرة أرض فانج، وبتحاول تضرب كده صحوبية على الماشي مع رايا، وعلى طول بيفضلوا يحكوا عن أسطورة سيسو العظيمة، وبتطلع نماري خريطة أثرية يقدروا بيها يوصلوا لآخر تنين موجود في العالم. ومش كده بس، دي كمان بتقلع سلسلتها المفضلة عشان تقدمها لرايا هدية، اللي بتعجب بيها جدا لدرجة إنها بتاخدها لمكان الجوهرة السري عشان تثبت لها إنها بتثق فيها. وهنا بقى بتكشف نماري عن وشها الحقيقي، واللي كان كل همها إنها تسرق جوهرة التنين السحرية، وفعلا بتقدر تكشف مكان الجوهرة لكل زعماء الأراضي اللي موجودة في المكان، وطبعا كل واحد منهم كان عنده أمل إنه ياخدها. ووسط ما الكل بيحاول يسرق الجوهرة بتقع تتكسر من إيديهم، وفجأة بيظهر الدرون من جديد وبيطربق الدنيا على دماغهم. وهنا بقى كل قبيلة بتاخد قطعة من الحجر وبتقول يا فكيك، وبيوصي بنجا بنته قبل ما يموت إنها تحاول تجمع الجوهرة من تاني. وساعتها بس بتتصدم رايا صدمة عمرها لما الدرون بيحولوا الحجر. وبتعدي الأيام، وبعد مرور 6 سنين بتروح رايا لأرض التيل عشان تنفذ وصية باباها، وطبعا بيكون الدرون عامل عمايله مع معظم أهل القبيلة. وهنا بقى بنلاقيها بتحاول توصل عن طريق الخريطة للتنين سيسو، وبتواجه في طريقها الدرون الملعون، بس ما شاء الله عليها زي القطط ب7 أرواح. ومش قادر احكي لكم عن كمية الإحباط اللي كانت فيه لما بتلاقي الطريق مسدود، وبالرغم من كل ده ما بتفقدش الأمل في إنها تلاقي أي علامة تساعدها، وبتحاول بكل قوتها تستحضر روح التنين سيسو، وبتفضل تستعطف روحها المقدسة عشان تظهر ليها وتنقذ اللي باقي من البشر. ومش كده بس، دي كمان فضلت تغني لها ولا كاظم الساهر في زمانه، وسبحان الله ابتدت فعلا أمنيتها تتحقق، وشكلها كده البلية هتلعب معاها. وفعلا بعد طول انتظار بتظهر لها سيسو العظيمة، وباين عليها كده إنها تنينة على هط على الآخر. وساعتها بتعترف لها رايا إن الجوهرة بتاعتها انكسرت، وإن الدرون رجع تاني وعمل عمايله مع معظم البشر. وبالرغم من إن سيسو على الله حكايتها، بس أول لما لمست الحجر من الجوهرة اكتشفت إن عندها قوة سحرية. وهنا بقى بتقرر إنها تساعد رايا في تجميع الجوهرة عشان تنقذ العالم من الدرون. وبنكتشف هنا إن رايا ما كانتش بتدور على سيسو لوحدها، وإن نماري وعصابة فانجي كانوا بيلحقوها من غير ما تحس بيهم. وعلى طول رايا بتاخد سيسو انجاجيه بعد ما خلتها تتنكر طبعا، وبيروحوا لزعيمة أرض التيل يدوروا على باقي الجوهرة. وهنا بقى بتفضل سيسو تحكي لها إنها سباحة مفيش منها اتنين، وبتنقذها رايا من نحلة فرقع بوم قبل ما تنفجر في وشها. وأول لما بيوصلوا للزعيمة بيلاقوها في خبر كان، وبيحاولوا بصنعة لطافة كده ياخدوا منها حتة الجوهرة اللي معاها. ومش قادر احكي لكم عن فرحة سيسو لما اتحولت لبني آدمة أول لما مسكت حتة الجوهرة. وفي نفس الوقت بتوصل نماري وعصابتها وبيعملوا قلق في المكان كله. وطبعا أول لما بتشوفها رايا بتفتكر ذكرياتهم المنيلة سوا، وبتحاول بالطريقة كده إنها تلغوش على موضوع الجوهرة اللي معاها، وعلى طول بتشغل دماغها على نماري، وبيهربوا منها بعد ما وقعوهم في كام فخ كده من اللي هو. وفعلا بمساعدة توك توك بيقدروا إنهم ينفذوا بجلدهم، وبيوصلوا عن طريق البحر المركب كده على قد حالها. وساعتها بيقابلوا عيل عامل فيها القبطان عزوز، وبيطلبوا منه إنه يوصلهم لأرض تالون بمنتهى السرعة. وهنا بقى بتقرر سيسو تاخد غطسة كده في السريع وتمشي المركب، وهو بالمرة تمارس هوايتها المفضلة لحد ما يوصلوا. بس طبعا بتقنعها رايا إنها لازم تفضل في صورة بشر عشان محدش يتعرف عليها. ومش كده بس، دي كمان بتمنعها من أكل القبطان عشان ممكن يكون مسمم، لأنها ما بتثقش في أي حد. وفي نفس الوقت بتقرر نماري إنها ترجع لأرض فانجو. في الطريق بتقابل التنانين الطيبة بعد ما تحولوا الحجر، وساعتها بيكون عندها أمل إنها تقدر ترجع جوهرة التنين لأرضها في يوم من الأيام. ووقتها رايا وسيسو كانوا لسه مكملين طريقهم في البحر، والدرون حواليهم في كل مكان مستنيينهم يخرجوا من المركب لأنهم بيخافوا من المية. وأول لما بيوصلوا أرض تالون بيستعدوا لمواجهة الزعيم عشان ياخدوا منه حتة الجوهرة. وساعتها بتطلب رايا من سيسو إنها تفضل في المركب لحد ما تخلص مهمتها، عشان طبعا كانت خايفة عليها. وفي عز الأجواء
الاجواء الممتعه بتحاول انها تنفذ خطتها، وبتقابل طفله تايهه في طريقها بتقرر انها تساعدها، بس للاسف بتطلع عمليه نصب من اللي قلبك يحبها عشان يسرقوا منها الجواهر اللي معاها. وهنا بقى سيسو قلبها بيتوغوش على صاحبتها، وبتقرر انها تروح عشان تحاول تساعدها في المهمه. ووسط كل ده بتكون رايا لسه بتلعب لعبه القط والفار مع الطفل عشان ترجع اللي سرقوه. ومش كده بس، دي كمان بتعمل شقلباظات في الهوا لحد ما اخيرا بتقدر ترجع الجواهر، وساعتها بتقدر تقنعهم انهم يعملوا حاجه صح في حياتهم ويساعدوها انها تاخد حته الجوهره من الزعيم بتاعهم، اللي اول لما بتوصل له بتلاقي مكانه دوبلير مش فاهم اي حاجه عشان الزعيم اساسا اتحول لحجر. وفي نفس الوقت الزعيمه الحقيقيه بتظهر وبتاخد سيسو سكه اللي يروح ما يرجعش، وطبعا ما بيكونش قدام سيسو غير انها تقر وتعترف لها بكل حاجه. وفجاه بتظهر رايا بعد ما خدت من الزعيمه حته الجوهره الثالثه وبتنقذها من الموت، وعلى طول بيرجعوا المركب بسرعه البرق، وبيكون معاهم الطفله والقرود الثلاثه بعد ما خلاص بقوا اصحاب. وفي نفس الوقت ده بتكون نماري وصلت ارض الفنج، وبتاخد راي مامتها انها تاخد الجيش الملكي تحارب بيه رايا، وبعد نقاش كبير بينهم فعلا بتقدر تقنعها بده عشان يسيطروا على العالم كله لما يسرقوا كل الجواهر منها. ووسط كل ده بتكون رايا ملخومه لخمه السنين في ترويض القرود والطفله، وبتكون سيسو متضايقه جدا انها بين يوم وليله اتحولت لبشر. وهنا بقى بتشجع رايا انهم يوحدوا كل الاراضي دي عشان يرجعوا الكوماندرا من تاني. واول لما بيوصلوا ارض سباين بتكون سيسو في قمه الحماس عشان تبدا مهمه جديده، وساعتها بيقعوا في فخ معتبر من اللي قلبك يحبه. ومش بس كده، ده كمان الزعيم بيعلقهم زي خرفان العيد. ووقتها بنكتشف ان دماغه هربانه منه على الاخر، وكل متعته في الحياه انه يعذب اي ضحيه بتقع تحت ايده. وسط الاجواء المرعبه دي بيوصل اصحابها عشان ينقذوهم، وبنتفاجئ كمان بوصول نماري وجيشها الاسطوري. وهنا بتقرر رايا انها تعمل عمليه تمويه عقبال ما اصحابها يخلعوا بالجواهر، وبتجمد قلبها في مواجهه نماري زي ما كانت بتتمنى من سنين. وبمنتهى الذكاء بتستدرجها الفايت من اللي قلبك يحبه، وبيخلعوا اصحابها واحد ورا التاني من غير ما حد يحس بيهم. واول لما سيسو بتشوف رايا بيتمسح بيها البلاط على طول بتزوم على نماري وجيشها لحد ما بتاخد صاحبتها وبيقولوا يا فكيك. وساعتها كله بيعرف ان سيسو العظيمه صاحبه الجوهره، وبتشجع اصحاب رايا انهم يتحدوا سوا لانقاذ العالم. واول لما بيقرر زعيم سباين انه يدي سيسو حته الجوهره اللي معاه عشان يثبت ولاءه ليها، بنتفاجئ بقدره سحريه جديده، وبتقدر ساعتها تعمل شقلباظات في الهوا ولا في الخيال. وهنا بقى بتحاول رايا تحط الخطه بتاعتها عشان يقدروا ياخدوا اخر حته جوهره موجوده في ارض الفن، وبيقطعها القبطان بون بخطه تافهه زيه بتجيب لهم احباط لما بيسمعوها منه. وساعتها سيسو بتحاول تقول خطه هي كمان اوحش منه بكتير، وطبعا رايا بتقرر ان كله لازم ينفذ الخطه بتاعتها من غير اي فزلكه. وعلى طول بتاخدها سيسو انجاجيه لحد ارض القلب، وفي الطريق بتشوف تمثال باباها بعد ما الدرون عمل معاه الدنيئه. واول لما بيوصلوا بتوري رايا مكان تماثيل اخواتها التنانين عشان تديها طاقه امل، وبتفضل تحكي لها عن قوتهم اللي قدروا بيها يعملوا الجوهره السحريه، وبتقول لها كمان انهم وثقوا فيها وادوها الجوهره قبل ما يتحولوا لحجر عشان تقضي بيها على الدرون. وقتها بتعرض على رايا انهم يحاولوا يتحدوا مع نماري في انقاذ العالم، وفعلا بنلاقي رايا مرحبه جدا بالفكره، وبتوعدها انها هتاثر على نماري عشان يتحدوا سوا زي التنانين. ووقتها بتكون نماري رجعت خلاص لارض فانج، وبتحكي لمامتها على ان سيسو طلعت موجوده فعلا مش مجرد اسطوره. وساعتها مامتها بتفهمها ان مهمتها انتهت لحد هنا عشان الجيش خلاص هو اللي هيتصرف معاهم. وفي نفس الوقت القروب بيبداوا الخطه الجهنميه بتاعت سيسو، بيحاولوا بخفه يد كده انهم يوصلوا لنماري، وفعلا بينجحوا انهم يوصلوا هديه رايا ليها، وبيستنوا ردها بمنتهى الصبر على المركب بتاعهم. ووسط ما كل واحد فيهم بيحلم برجوع الارض بعد ما يخلصوا مهمتهم، بتفاجئهم نماري باشاره منها بموافقتها على المقابله. وهنا بتروح لها رايا بمنتهى الطيبه عشان تاخد منها اخر حته من الجوهره، لكن للاسف اول لما بتظهر سيسو بتكشر نماري كالعاده عن انيابها. ووسط ما بتحاول سيسو تطلع الحته الحلوه اللي جواها، بتديها نماري سهم معتبر وداها في ابو نكله، وبنكتشف ساعتها ان النهر بيجف من كل الميه اللي فيه بموت اخر تنين، وبكده خلاص مفيش اي حاجه هتوقف الدرون عن تصفيه كل البشر. ووسط ما الدنيا خربانه على دماغ الكل، بتقرر رايا تنتقم من نماري اشد انتقام على كل عمايلها السوداء. وساعتها بيقرر اصحابها انهم يساعدوا الناس من الدرون الملعون، وبيحاولوا يودوهم لمكان امن بعيد عن اي خطر. وبتفضل العركه دايره ما بينهم لحد ما بتنهار نماري، وبتندم ندم عمرها على عملتها السوداء مع سيسو. وعلى طول بيجروا هما الاتنين عشان يقدموا للناس المساعده، ولاجل الحظ المنيل سحر الجوهره بيبتدي يختفي، والدرون بقى خلاص محوتهم في كل مكان. وبتفتكر ساعتها رايا كلام سيسو ليها، وبتعرض عليهم كلهم انهم يتحدوا سوا في تجميع الجواهر، وبتقرر انها تقدم السبت وتثق في نماري وتديها الجوهره بتاعتها. وطبعا اصحابنا بيتاثروا بيها وبيدوها الجوهره بتاعتهم هم كمان. وسبحان الله بنلاقي نماري بتكون قد الثقه دي، وعلى طول بتجري بسرعه البرق تجمع الجواهر وبتاخد الريسك هي كمان. وهنا بقى فعلا بيطلع كلام رايا كله في الجون، وبيشتغل سحر الحجر من جديد بعد ما خلاص ما كانش فيه اي امل. وساعتها بقى بيختفي الدرون من على وش الارض، وبيرجعوا هم وكل البشر للحياه من اول وجديد. ومش كده بس، ده كمان كل التنانين بترجع بعد ما كانوا مجرد تماثيل، وبترجع معاهم الميه والخير والسلام. وبنكتشف ساعتها ان سيسو زي القرده ما ماتتش ولا اي حاجه، وبتكون رايا في منتهى السعاده اول لما بتشوفها قدام عينيها. وساعتها هي واصحابها بيدوها حضن
مطارات عشان يعبروا لها عن فرحتهم بيها، وبعدها كل واحد بيرجع لأرضه وعيلته من تاني، وبتروح رايا بعد ما أنقذت العالم لأرض القلب. وأول لما بتشوف باباها الفرحة مش بتكون سايعاها، وبالطريقة كده بيتعرفوا على انتمتها الجديدة سيسو. ومش قادر أحكي لكم طبعا عن فرحة بينج أول لما بيشوف إن كل الأراضي بقت إيد واحدة. ومن هنا بنعرف مبدأ مهم جدا، إن قوتنا في لمتنا. فياريت أنت كمان تثق فينا وتدعمنا بلايك وشير، واستنونا في قصة جديدة.